حول الحوار العربي الكردي والذي يهدف بين الشعبين الشقيقين، لنقف معا إجلالا للنشيد الوطني العراقي. جزيلا. عن امتناننا لهذه الخطوة الكبيرة والضرورية والمهمة النابعة من الحرص الشديد من أجل وحدة الأمة العراقية. نجتمع اليوم من محافظات العراق كافة لهدف واحد عظيم يجمعنا ويشدنا لتعزيز العلاقة بين الشعبين الشقيقين وكل الأطياف العراقية. أما صناعة الكانتونات الشيعة السنة الكرد فهذا الموضوع نرفضه وندينه بشدة، لأنه صنع في مؤتمر لندن وصفقت له الأحزاب التي حضرته وصفقت له، وهو مشروع صهيوني بامتياز. إن الهدف العظيم يرفعنا فوق ضيق الأفق والأنانية ويسمو بنا إلى مستوى الرقي ببلدنا ويبعدنا عن صغائر الأمور ويدفعنا للمنافسة على المكروه ونكران الذات والتضحية في سبيل تحقيق أهداف شعبنا الكريم. الآن كلمة اللجنة التحضيرية يلقيها السيد ماهر الفيلي، فليتفضل مشكورا. إن الحوار العربي الكردي هو جزء من حوار الثقافات والحضارات والعمل على تعزيزه بين الشعوب المتآخية في الوطن الواحد، ويساهم في بناء التواصل الاجتماعي. الكردي هو جزء من حوار الثقافات والحضارات والعمل على تعزيزه بين الشعوب المتآخية في الوطن الواحد، ويساهم في بناء التواصل وجسور المشاركة الفكرية والآراء المتنوعة بين المجموعات السكانية والعرقية، ويؤدي إلى فهم التعددية وتقريب الآراء ووجهات النظر المشتركة في اللغات والأخلاق والتاريخ والدين والأرض، في ظل الاحترام المتبادل بين أطراف الحوار بصفته شرط أساسي من شروط نجاحه، وتقدير ثوابته واحترام الاختلاف الرأي والخصوصية لكل ثقافة التي لها قيم خاصة بها لا يجوز تجاوزها والتعدي عليها بأي شكل من الأشكال، وتجنب إطلاق الأحكام المسبقة عليها. ويبنى هذا المفهوم على قيم المساواة بين المجتمعات وخلق التفاعل والعلاقات المتوازنة بينها وتشجيع التنوع الثقافي. وتعتبر هذه الأمور من المؤثرات الكبيرة على مفهوم حوار الثقافات، مما يعزز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية ومنع حدوث النزاعات بينها، ويشجع هذا الحوار على حل المشكلات بين المجتمعات سلميا ويرفض العنف ويسعى إلى تحقيق التوافق بين الآراء المختلفة. يرسخ التنوع الثقافي بصورة ديمقراطية عن طريق القيام بالتعديلات اللازمة لجميع أنواع الترتيبات الاجتماعية والسياسية القائمة، ويخفف الحوار من خوف المجتمعات من الاندماج مع بعضها بسبب التنوع في التفكير والآراء وتوضيح فوائده لهم، ويسهم الحوار في التماسك الاجتماعي وينشر الحرية والعدالة بين الأفراد، ويؤكد على الحوار على الكرامة المتساوية لجميع الأطراف واحترامها من قبل الجميع. مع جزيل الشكر. الآن كلمات لبعض المؤسسات والمنظمات المتبنية للمؤتمر. ليتفضل المسؤول عن البحوث في مؤسسة ستاندرد دكتور رعد رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مؤسسة ستاندرد والقائمين على مؤتمر الآفاق والعلاقات العربية الكردية في العراق، نرحب بالحضور الكرام ونخص بالذكر المشاركين الذين جاءوا من مدن ومحافظات بعيدة عن العاصمة بغداد. أيها الحضور الكرام، نحن حين تندرج مسألة العلاقات العربية الكردية في العراق في برامج
مؤسسات الفكر ومنظمات المجتمع المدني، فهذا يعني وجود حاجة آنية ملحة لبحث هذا الموضوع في إطار علمي وأكاديمي بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والتعصب القومي. أيها المشاركون الأعزاء، نحن لم نجتمع هنا كفريقين يعرض كل منهما رأيه لكي يتشبث به في إطار منافسة أو منافقة، وإنما نجتمع كمثقفين تجمعنا هموم مشتركة. فإذا كانت الأمة العربية قد عانت من التقسيم الذي فتتها ووزعها على دويلات، بل وضعت حواجز أمام اتحادها ووحدتها، فإن الأمة الكردية هي الأخرى تعرضت للتجزئة حين يتوزع الكرد على 4 بلدان هي تركيا وإيران والعراق وسوريا. وكلتا الأمتين العربية والكردية تعرضتا إلى مؤامرة نفذتها الدول الإمبريالية خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تم توقيع اتفاقية سايكس-بيكو من وراء ظهر الأمتين في عام 1916 بين بريطانيا وفرنسا. وإذا كان حق تقرير المصير كمبدأ قانوني وسياسي معترفا به من جانب ميثاق الأمم المتحدة وتقره الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإنه يبقى هدفا للأمتين العريقتين، ويعتمد تطبيقه في كل بلد على علاقة الأطراف والقوى السياسية ودرجة التفاهم والتعاون فيما بينها وصولا لتحقيق الأهداف المشتركة بل والمصالح المشتركة. ونستطيع القول أن اللجوء إلى العنف والوسائل العسكرية والحربية والمسلحة لإيجاد حلول للقضية الكردية فشلت جميعها، سواء من جانب الحكومات التي حاولت هضم حقوق الكرد العادلة والمشروعة والقضاء على الحركة الكردية، أم من جانب الحركة الكردية التي هي الأخرى لجأت إلى السلاح والعنف، حتى وإن كان الأمر اضطرارا، فالعنف لم يوصل جميع الأطراف لنيل غايتها بقدر ما ساهمت في تعقيد الموقف. ولهذا السبب ولأسباب أخرى موضوعية ولا سيما ما يربط العرب والكرد من ديانة وتاريخ وجغرافيا وتواصل حضاري واجتماعي وثقافي وأسري ناهيك عن المصالح المشتركة والجامعة بينهما من مئات السنين، فلا بد من اعتماد الحوار وسيلة أساسية لحلول دائمة وراسخة وعادلة على أساس حق تقرير المصير، والبحث عن صيغ مناسبة لتطبيقه على صعيد قانوني ودستوري، وخلق هذه الثقافة من إصدار المنشورات وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والمنابر الإعلامية وإقامة الأنشطة الثقافية والفنية. ولا تقل أهمية مؤسسات المجتمع المدني عن سلطات الدولة والأجهزة الحكومية في تعزيز وإشاعة الحوار والديمقراطية والتسامح والسلام بصفتها حاجة ملحة، كونها نتيجة طبيعية حتمية لهذه الثقافة السليمة الراسخة. فعندما تمارس دورها بشكل صحيح فإنها تسهم في إسراء الحوار والسلم الأهلي والتعايش المجتمعي من خلال أداء متميز مع تفعيل دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز ثقافة السلم واللاعنف في المجتمع، وتعزيز الأنشطة والبرامج والخطط والاستراتيجيات والمبادرات والحملات التطوعية في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف بأشكاله كافة، حيث أن المجتمع المدني هو الجهة الرائدة في توعية الشعوب وتأهيلها والارتقاء بها إلى المستوى الإنساني والثقافي والاجتماعي والحضاري المطلوب، وتعزيز مفاهيم المواطنة وبناء مجتمع التسامح وتأكيد قيم العيش المشترك المرتكز على احترام الآخر وفهمه وقبول الاختلاف وبناء جسور التفاهم والحوار بين كافة الأطياف ومواجهة خطاب الكراهية وبناء مناخ اجتماعي وتعليمي وثقافي يحترم الآخر، مع أهمية وجود بنية تشريعية لدعم خطاب التسامح ورفع مستويات الوعي العام وبناء رأس المال الاجتماعي وتعزيز الثقة المجتمعية. نشكر السيدة نوال عبد الوهاب لإلقاء كلمتها القيمة. ليتفضل الممثل عن أكاديمية الفكر السياسي الدكتور حكيم عبد الكريم. إخواني وأخواتي، يجب أن نفكر لماذا نطلق على هذه الحوار العربي الكردي. إذن علينا أن نكون صريحين بأن هناك صراع ونزاعات وإراقة بالدماء، وعلى كل
أن يدرك بأن على الرغم من المؤامرات التي بدأها الاستعمار منذ العهود القديمة لتفتيت المجتمعات في الشرق الأوسط وخاصة العراق، نستطيع أن نقول ونؤكد بأن على رغم كل هذه المؤامرات إلا أن جيوثقافية المجتمعات باقية، أي هناك ترابط الأخوي والترابط والصداقة بين الشعوب، وما استطاعوا أن يقوموا بها الاستعمار أو الدول المتنفذة ألا وهو التقسيم السياسي الجغرافي. إذن علينا أن نكون حذرين في مؤامراتهم المستمرة، ألا وهو تقييم موقفنا. نحن الأكراد، نحن موجودين، والأكراد بثقافته وكيانه ووجوده موجود، وأنتم عرب وهم إخواننا تركمان مثلا. إذن علينا أن نكون صريحين بأننا موجودين. طالما هناك حوار علينا أن نكون نرفض العنصرية وكذلك المذهبية. وأكاديمية السياسة والحزب الديمقراطي أو الفكر الديمقراطي أدرك بأن ليس مشكلتنا مع العراق فقط، وإنما مشكلتنا داخل الشعب الكردي أيضا هناك مشكلة. وأشكر جميع القائمين على هذا المؤتمر. اليوم نجتمع هنا في بغداد للحوار عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد مرت 6 سنوات على تحرير سنجار، أبناء سنجار وإعادة الحياة لها، ولم يكن هناك أي دور لتمكين الناجيات من العيش بكرامة وسلب حقوقهم الإنسانية. وللعلم لم تحرر جميع المختطفات والبالغة أكثر عددهم أكثر من 1900 مختطفة في قبضة داعش ومجهولي المصير. تحت صمت الحكومة والمجتمع الدولي، إلى متى سنبقى تحت هذا التهميش، بالإضافة إلى التجاوزات والتدخلات الخارجية والداخلية، حيث القصف التركي وتأثيره على المواطنين